البشر في كل أنحاء العالم بيشتركوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات. من ضمن الحاجات اللي بيختلفوا فيها عاداتهم، تقاليدهم، طريقة تعبيرهم عن حزنهم، طريقة تعبيرهم عن فرحهم. لكن من ضمن الحاجات برضو اللي بيشتركوا فيها، مهما كانت سطوتهم في الدنيا، مهما كانت نفوذهم، مهما كان عندهم قوة وجبروت على الأرض هنا، بيشتركوا في حاجة واحدة بس. بيشتركوا إنهم قدام اللحظة اللي فيها هيغمضوا عينيهم هنا على الأرض ما بيبقوش عارفين هيعملوا إيه. أنت قوي عندك نفوذ، أو أنت ضعيف ومغلوب على أمرك في الأرض، الاتنين الحالتين قدام اللحظة دي مش هتعرف تعمل أي حاجة. اللحظة دي مخيفة. مخيفة ليه؟ مخيفة لأنه اللي بعدها مجهول، اللي بعدها ضلمة، اللي بعدها مفهوش بصيص من النور يفهمني إيه اللي أنا رايح له وإيه اللي أنا هخوض فيه. يا ريت كان يبقى في حد يمسك إيدي ويعديني في الحتة الضلمة دي. الخبر الرائع اللي جاي أقوله لكم النهاردة إنه في حد عدى في وسط الحتة الضلمة دي، ومش بس عدى فيها، لأ ده نورها وسلب منها سلطانها وقوتها. الرب يسوع دخل جوه الحتة الضلمة دي ونورها بنوره. هو الوحيد اللي يقدر يمسك ايدك ويعديك في الحتة دي بسلام بسلام بسلام. عايزة اقولك انك لو معكش الشخص دوا ومش ضامن ان انت ماسك ايدك في ايده، يبقى فعلا هتعدي في حتة ضلمة قوي قوي قوي. لكن لو ايدك ممسوكة في ايد الشخص ده، انت ليك رجاء وليك فرح، وعمرك ما هتخاف من اللحظة دي.